فاز ريال مدريد في أولى مبارياته في بطولته المفضلة تشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا عندما تغلب على مارسيليا الفرنسي بهدفين لهدف. مارسيليا كان عنيد حرفيا في المباراة، تقدم عن طريق تيموثي ويا ابن الأسطورة جورج ويا، ثم عاد ريال مدريد بضربة جزاء اللي سبب فيها رودريجو قدم مباراة كبيرة جدا حرفيا 62 دقيقة، كل الخطورة كانت عن طريق جهة رودريجو. الآن خرج في الشوط الثاني هو ومارسنتون في الدقيقة 62 ولا 65 تقريبا، دخل ابراهيم دياز وفينيسيوس جونيور اللي تسبب في ضربة جزاء الثانية للمدريد ايضا سجلها كيليان امبابي. ويبدو ان قرار تشابي الونسو ان المنفذ الاول لضربات الجزاء هو كيليان امبابي. ريال مدريد المباراة طبعا ب10 لاعبين بسبب السداد حق كرفخال، يعني اوكي هبشة بسيطة بس في فار يا حبيبي يا كرفخال، لقطة غبية منك وانت لاعب خبير وعارف انه في فار يا اخي. الحمد لله طلعنا زي ما طلعنا من مباراة ريال سوسيداد، الحمد لله يفوز. زي ما بمدح أردا جولير اليوم سيء تسبب في الهدف الأول بطريقة غبية، فقد الاستحواذ على الكرة 13 ولا 14 مرة، سيء جدا. يعني أنا شفت كان ممكن يطلع أردا جولير وما استنتونه، كان ممكن تخلي رودريجو، بس أعتقد إنه تشابي ألونسو شايف إنه لا، رودريجو ما يقدر يلعب اليمين، أو في اتفاق بينه وبينه إنه لا ما يقدر يلعب اليمين فحلعب على الشمال، فاذا حتدخل فينيسيوس حطلع، فده ممكن الحاصل. اما جولير سيء جدا. المهم الف مبروك مدريديستا، وبدايه جميله ومش عايزين التعثرات بتاعت الموسم.